بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن جزئية مهمة جدا في مادة الرياضيات الهندسية المقررة على كلية الهندسة، ألا وهي بيسل فانكشن أو دالة بيسل. طبعا الدرس ده من الدروس المعقدة أو الصعبة شوية، مش عشان حاجة والله، عشان بس قوانينها كتير وداخلة ببعضها. بس إن شاء الله بعد الفيديو ده أو مجموعة الفيديوهات البسيطة اللي احنا هنعملها هتكون سهلة جدا وبسيطة، بل هتكون لعبة معاك بمعنى الكلمة إن شاء الله. بالنسبة بقى للفيديو ده هنبدأ مقدمة سريعة، هنعرف يعني ايه بيسل فانكشن او دالة بيسل. والمقدمة دي مش هتفيدنا كتير في حل المسائل، فلو عاوز تعديها مفيش اي مشكلة خالص، بس برضه هنقولها ان شاء الله عشان اللي هيبدأ معانا من الاول خالص وعاوز يفهم الدنيا ماشية ازاي. وبعد كده نبدأ نشوف القوانين اللي عندنا وطريقة كويسة جدا لحفظ هذه القوانين. وبعد كده نشوف لو جالنا مسألة ازاي نبدأ نفكر فيها وازاي نبدأ نحلها. وبعد كده ناخد examples او مثال على بيسل فانكشن او دالة بيسل. فتابع معانا وان شاء الله يكون درس بيسل فانكشن هو اسهل درس معاك باذن الله. فنبدأ على بركة الله. نبدأ بقى نعرف يعني ايه بيسل فانكشن او دالة بيسل. تمام. عارفين طبعا السبيشال فانكشن اللي عندنا في المنهج بتكون عبارة عن دالة على صورة تكامل زي ما اخدنا ببيتا وجاما، ودالة على صورة سيريز بتكون حل لمعادلات تفاضلية، فبيسل فانكشن واحدة منهم. فلكن والله اللي احنا عندنا معادلة بتقول ان اكس تربيع في واي دبل داش اوف اكس زائد اكس في واي داش اوف اكس زائد اكس تربيع ناقص ان تربيع في واي اوف اكس بتساوي صفر. ودي اسمها differential equation اوف بيسل او المعادلة التفاضلية لبيسل. تمام. ولازم تكون عارف حاجة مهمة، ان المعادلة ديت مش سكند اوردر من الفيرست ديجري. طيب ليه مش سكند اوردر؟ احنا عارفين ان الاوردر هو اعلى رتبة في المعادلة عندنا. اعلى رتبة عندنا في المعادلة ديت هي عبارة عن ايه؟ هي الدبل داش. فعشان كده المعادلة دي هتكون من السكند اوردر. ومن الفيرست ديجري لان طبعا احنا عارفين الديجري هو عبارة عن اس اعلى رتبة في التفاضل. احنا قلنا اعلى رتبة في التفاضل اللي هي الدبل داش الاس بتاعها عبارة عن واحد. فعشان كده برضو المعادلة ديت من الفيرست ديجري. يبقى خلاص قلنا ان المعادلة دي من السكند اوردر من الفيرست ديجري. تمام. وبرضه في حاجة مهمة، ان زي ما حضراتكم شايفين ان المعادلة دي عبارة عن مشتقة تانية جنبها اكس تربيع زائد مشتقة اولى جنبها اكس. والحد هنا تمام، يعني المعادلة لو كانت لحد هنا بس كان الحل بتاعها سهل خالص وبسيط زي ما خدنا في حل المعادلات التفاضلية في الترم الاول، ولكن المشكلة كلها في وجود الاكس تربيع اللي باللون الاحمر ده. فعلشان الاكس تربيع دي قام عمك بيسل ماسك المعادلة دي بدأ يحلها بالسيريز او السمشن زي ما هنشوف كمان شوية. ولكن الحل النهائي بتاع المعادلة ديت في الصورة المبسطة عبارة عن ان الواي اوف اكس بتساوي سي واحد في جي ان اوف اكس زائد سي اتنين في واي ان اوف اكس. تمام. نبدأ بقى نشوف كل رمز في المعادلة دي عبارة عن ايه. اول حاجة السي واحد والسي اتنين دول عبارة عن ثوابت. تمام. بالنسبة بقى للجي ان اوف اكس هو عبارة عن البيسل ايكويشن اوف فيرست كايند، يعني عبارة عن بيسل ايكويشن من النوع الاول، وطبعا ده المقرر علينا ولا ندرسها ان شاء الله ولا نتكلم عنها بتفصيل وتوسع في الفيديو ده ان شاء الله. اما الواي ان اوف اكس هي عبارة عن البيسل ايكويشن اوف سكند كايند او من النوع الثاني، طبعا دي مش مقررة علينا ومش هنتكلم عنها في الفيديو ده. تمام. طيب بالنسبة بقى للجي ان اوف اكس اللي هندرسها ان شاء الله، ايه معنى الرموز دي؟ اول حاجة زي ما احنا قلنا الجي عبارة عن البيسل ايكويشن من النوع الاول. تمام. الاكس دي عباره عن المتغير بتاع الداله، سواء كانت الداله بتتغير في اكس او في واي او في زد وهكذا. طيب الجريد بقى عندنا والمهم اللي هو الان دي عباره عن ايه؟ الان دي حاجه اسمها الاوردر او الرتبه بتاعه الجي. ولازم تكون عارف حاجه مهمه، ان الرتبه دي ممكن تكون موجب او سالب او انتجر يعني رقم صحيح، او ممكن تكون كسر. يعني ممكن نقول مثلا جي موجب 2، جي سالب 2، جي نص، جي سالب نص، زي ما نشوف انا بحل في المسائل ان شاء الله. يبقى دي بالنسبه للرموز بتاعه الجي نوف. تمام لحد هنا كويس جدا. نبدا بقى ندخل على جزئيه مهمه جدا، ولو عاوز برضه تعديها مش اي مشكله خالص، لو عاوز تدخل على المسائل على طول او الخواص بتاعه ده البيس العادي. ولكن الجزئيه دي مهمه وهنتكلم عنها ان شاء الله برضه سريعا كده، الا وهي السيريس فورم او الصيغه المتبعه لداله بيسل. فيلا بينا نبدا بقى نشوف السيريس فورم او صيغه المتبعه لداله بيسل عباره عن ايه. بقول لك هنا ان الجي ان اوف اكس بتساوي سمشن من ار بيساوي صفر ما لا نهايه سالب واحد اس ار اكس على اتنين اس ان زائد اتنين ار على مضروب الار في جاما ار زائد ان زائد واحد. هي دي السيريس فورم دالة بيسل. وزي ما انت شايف كده مش خلى في نفسك حاجه خالص، ضل السمشن تلاقي، اس تلاقي، مضروب تلاقي، جاما تلاقي، بس ما تقلقش خالص، بسيطه ان شاء الله كلها تعويضات مباشره. نبدا بقى نعرف معنى الرموز دي عباره عن ايه. اتكلمنا في اول فيديو على الجين اوف اكس وعرفنا معناه ايه بالظبط. بالنسبة بقى هنا الار ده عبارة عن عداد بيبدأ من صفر لما لا نهاية، بيعد أعداد صح. بس تبدأ أول حاجة تحط الار بتساوي صفر، يبقى دي الحد الأول. وبعد كده نحط الار بتساوي واحد ونعوض بيه برضو في المعادلة دي، نجيب الحد التاني. ونحط ار بتساوي اتنين ونعوض برضو بيه هنا ونجيب الحد التالت، وهكذا إلى ما لا نهاية.
وعشان المعلومة تثبت أكتر معاك تعال مثلا نجيب الجي 0 أو الجي 0 اوف اكس. يبقى معنى كده اللي احنا هنحط الان بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى نبدأ نشيل كل ان في المعادلة دي ونحط مكانها صفر. يبقى عندنا أول حاجة هنشيل ان دي ونحط مكانها صفر، وهنشيل برضو الان دي ونحط مكانها صفر. بعد كده بقى تبدأ الار تشتغل زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى أول حاجة زي ما احنا قلنا شلنا الان هنا وحطينا مكانها صفر، بقى عندنا 2 ار بس، وشلنا برضو الان هنا وحطينا مكانها صفر، بقى عندنا هنا جاما ار زائد 1 بس. تمام. يبقى كده خلاص مهمة الان انتهت. تبدأ بقى الار هي اللي تشتغل وتعد معانا. أول حاجة نبدأ نحط الار بتساوي صفر عشان نجيب الحد الأول، وبعد كده نبدأ نحط الار بتساوي 1 عشان نجيب الحد الثاني، وهكذا إلى ما لا نهاية. تمام. بأول حاجة لما نحط الار بتساوي صفر يبقى سالب 1 أس صفر بكام؟ بواحد. أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد. إكس على 2 أس صفر برضو بكام؟ بواحد. يبقى عندنا 1 في 1 بواحد، على مضروب الواحد في جاما 1 بواحد برضو. يبقى عندنا 1 على 1 هتساوي كام؟ هتساوي 1. يبقى ده الحد الأول أما حطينا ار بتساوي صفر. طيب نبدأ نحط ار بتساوي 1 عشان نجيب الحد الثاني. يبقى عندنا سالب 1 أس 1، يبقى عندنا يطلع إشارة سالب. إكس على 2 أس 2 في 1 ب2، يبقى عندنا إكس على 2 تربيع على مضروب الواحد بواحد في جاما ار زائد 1، يعني جاما 2 برضو بكام؟ بواحد زي ما احنا عارفين من درس جاما فانكشن. تمام. يبقى ده عندنا الحد الثاني. طيب نجيب الحد الثالث، بنحط برضو ار بتساوي 2، يبقى عندنا سالب 1 أس 2، يبقى عندنا موجب 1. يبقى لو لاحظنا إن الحد ده موجود عشان بس الإشارة. تمام. يبقى عندنا يكون مرة حد موجب ومرة يكون حد سالب، مرة يكون حد موجب مرة يكون حد سالب، هكذا إلى ما لا نهاية. تمام. إكس على 2 أس 2 في 2 بكام؟ ب4. طبعا اللي حاطين ار بتساوي كام؟ 2 على مضروب الاتنين ب2 في جاما 2 زائد 1 إلى جاما 3 اللي هي بتساوي مضروب 2 زي ما احنا عارفين برضو الدرس بتاع جاما. يبقى عندنا مضروب 2 اللي هي بكام؟ برضو ب2. تمام. ونبدأ نكمل كده لما لا نهاية ونجيب الحدود اللي احنا عاوزينها. تمام. طب هنستفاد من كده، هنستفاد من كده اللي احنا عندنا قيمتين مهمين جدا هنحتاجهم في حل المسائل، اللي هم عبارة عن جي نص وجي سالب نص. فلازم تكون عارف ان الجي نص في اكس عبارة عن جذر 2 على باي اكس في ساين اكس، وجي سالب نص في اكس عبارة عن جذر 2 على باي اكس في كوزين ايه؟ كوزين اكس. طبعا دوم لهم اثباتات، واثبات برضو مهمه وبتيجي احيانا في الامتحان، فبرضو هنتكلم سريعا كده على اثبات منهم ونشوف هنثبت الكلام ده ازاي من خلال السيريز فورم اللي عندنا او من خلال صيغه المتابعه داله بيس اللي عندنا. وهسيب لك التانية برضو تحاول فيها، وهي برضو نفس الفكره يعني ما تقلقش خالص. ولو برضو لو في حاجه وقفت معاك بالنسبه للاثبات التاني نبدا برضو نشوفه في فيديو لوحده، او نبدا نساعدكم فيه ان شاء الله. فنبدا بقى نشوف الاثبات ده عشان ندخل بقى على الحاجه المهمه جدا اللي هي البروبرتيز اوف بيسل فانكشن او خواص داله بيسل، اللي نبدأ من خلال نحل المسائل إن شاء الله. تمام. زي ما احنا قلنا نشوف الجي سالب نص بتساوي كام، أو نبدأ نثبت الجي سالب نص بتساوي القيمة اللي احنا قلنا عليها. تمام. أول حاجة كتبنا القانون أو السيريس فورم اللي احنا قلنا عليها عشان نبدأ نعوض التعويضات بتاعتنا. تمام. ركز معايا بقى جدا في التعويضات. أول حاجة نقول الجي سالب نص في إكس هتساوي كام. يبقى أول حاجة هنشيل الإن ونحط مكانها كام؟ سالب نص عشان نجيب قيمة الجي سالب نص في إكس. يبقى لازم نشيل كل إن موجودة في الجزئية دي ونحط مكانها كام؟ سالب نص. فشلنا الان هنا برضو وحطينا مكانها سالب نص، وشلنا الان اللي تحت الجاما وحطينا مكانها كام؟ سالب نص. يبقى عندنا سالب نص زائد 1، يبقى عندنا كام؟ نص. تمام كده؟ تمام. يبقى اول حاجه بنعملها لما يجي نثبت بنبدا نحط هنا قيمه الان اللي احنا عاوزين نجيبها، او قيمه الرتبه او الاوردر اللي احنا عاوزين نجيب قيمته من خلال المتتابعه. نبدا نعوض في الطرف الثاني برضو بقيمه الان دي. يبقى كده خلاص مهمه الان انتهت. تبدا بقى الار او العداد بتاعنا يعد، يبدا يعد من صفر لما لا نهايه ارقام صحيحه موجبه. يبقى اول حاجه نحط الار بتساوي صفر عشان نجيب الحد الاول، وبعدين نحط الار بتساوي 1 وهكذا. ركز بقى جدا معايا في التعويضات. اول حاجه نحط الار بتساوي صفر، يبقى عندنا سالب 1 أس صفر بكام؟ بواحد، لان قلنا اي حاجه أس صفر بكام؟ بواحد. نبدا نحط هنا برضو الار بتساوي صفر، يبقى عندنا 2 في صفر بكام؟ بصفر، يبقى خلاص الار كلها راحت من هنا. اتفضل عندنا اكس على 2 والسالب نص بس. تمام. على مضروب الصفر بواحد في جاما صفر زائد نص، يبقى عندنا كام؟ جاما نص. تمام. يبقى كده الحد الاول اما حطينا ار بتساوي كام؟ بتساوي صفر. بعد كده نحط الار بواحد عشان نحصل على الحد الثاني. ركز معايا برضه في التعويضات. سالب 1 أس 1 بكام؟ بسالب 1. الإشارة هتبقى سالبة لأن الأس فردي، وزي ما احنا قلنا إن الحد ده أو الجزء ده في القانون بيكون موجود عشان يحدد الإشارة بتاعتنا عبارة عن إيه. تمام. لسه احنا بنعوض عن ار بتساوي كام؟ بتساوي 1. فنبدأ نحط هنا الار بواحد، يبقى عندنا 2 في 1 بكام؟ ب2، يبقى عندنا 2 ناقص نص تبقى 1 ونص اللي هي كام؟ 3 على ال2. هنحط برضه الار بواحد، يبقى عندنا مضروب الواحد بواحد، وعندك 1 زائد نص زي ما احنا قلنا 1 ونص او كام؟ 3 على الاتنين، يبقى عندنا جاما كام؟ 3 على الاتنين. بدل الحد التاني لما حطينا ار بتساوي 1. نبدا بعد كده نحط ار بتساوي 2، يبقى عندنا سالب 1 أس 2، يبقى خلاص أس زوجي، يبقى عندنا الإشارة تبقى موجب في إكس على 2
أس سالب نص زائد 2 في 2 يعني زائد 4. يبقى عندنا 4 ناقص نص اللي هي كام؟ 3 ونص، أو هي كام؟ 7 على 2. يبقى خلاص في إكس على 2 أس 7 على 2 على مضروب الاتنين باتنين في جاما ار زائد نص، يعني 2 زائد نص اللي هي كام؟ 2 ونص اللي هي برضو كام؟ 5 على 2. كل ده برضو بالآلة الحاسبة تكون سهلة معاك خالص إن شاء الله. تمام. يبقى كده عوضنا، او كده الار تشتغل، وكامل بقى لحد كام؟ لحد ما لا نهايه، مش تفرق معاك، يكفي بس 3 حلول او 4 حلول بالكتير. نبدا بقى نكمل التعويضات بتاعتنا عادي خالص. يبقى عندنا هنا اكس على 2 والسالب نص زي ما هي. عارفين طبعا ان جاما نص بتساوي جذر باي من درس بتاع جاما فانكشن، ناقص اكس على 2 وستة على 2 زي ما هي. عندنا جاما 3 على 2 اللي هي بتبقى عباره عن نص جاما نص، وجاما نص زي ما احنا قلنا بكام؟ بجذر باي. يبقى جاما 3 على 2 اللي هي كام؟ نص جذر باي. تمام. زائد اكس على 2 و7 على 2 عادي خالص على 2 الاتنين بتاعتنا اللي هي ديت. نبدأ نفك جاما 5 على 2 اللي هي عبارة عن 3 على 2 في نص جاما نص، وعارفين ان جاما نص بكام؟ بجذر باي. نشيل الاتنين هنا مع الاتنين هنا. اتفضل معانا الجزئية دي ونكمل تعويضات عادي خالص. تمام. ركز معايا بقى في الخطوة دي. هنبدأ ناخد الاكس على 2 والسالب نص على جذر باي عامل مشترك. فأول حاجة أخدناها المشترك، يبقى عندنا الحد ده كله هيروح، نقسم على الحد ده كله، يبقى اتفضل عندنا كام؟ 1. نبدأ بقى نقسم الحد التاني ده كله على الجزء اللي احنا خدناه على المشترك. يبقى عندنا الاكس على 2 أس على 2 على اكس على 2 والسالب نص. عندنا الاساس متشابه اللي هو اكس على 2 واكس على 2. في حاله القسمه بنطرح ايه؟ الاسس. يبقى عندنا 3 على 2 ناقص نص. يبقى عندنا 3 على 2 زائد نص اللي هي كام؟ 1 ونص زائد نص اللي هي 2. يبقى عندنا اكس على 2 كام؟ تربيع. تمام. لو عملتها براحتك خالص ورقه وقلم هتبقى سهله خالص. وخدنا طبعا الجذر بقى على المشترك خلاص. يبقى عندنا اتفضل عندنا كام؟ اتفضل عندنا تحت نص. زائد بنفس برضو الطريقه بالظبط نبدأ نقسم اكس على 2 والسبعة على 2 على اكس على 2 والسالب نص. خلاص الأساس متشابه واحنا بنقسم يبقى نطرح الأسس. يبقى 7 على 2 اللي هي 3 ونص ناقص نص، يبقى عندنا زائد نص. يبقى عندنا 3 ونص زائد نص اللي هي كام؟ 4. يفضل عندنا اكس على 2 أس 4. وكان عندنا هنا 3 على 2 جذر باي، أخدنا الجذر باي على المشترك، يفضل عندنا كام؟ 3 على 2. تمام. مفيش أي مشكلة خالص. وعندنا برضو حاجة مهمة، الاكس على 2 والسالب نص ممكن نكتبها بطريقة تانية، مش هي نفسها 2 على اكس اس نص، يعني هنا اس سالب نص. لو قلبنا الكسر يبقى نقلب ايه؟ الاشاره بتاعتنا. يبقى عندنا اكس على 2 والسالب نص هي نفسها 2 على اكس اس كام؟ اس نص. تمام. اللي هي نفسها اس نص اللي هي تحت الجذر، يعني نص هي نفسها جذر، يبقى ممكن نشيل النص دي ونحط مكانها جذر، ونفس برضو 2 على اكس تنزل زي ما هي. يبقى ممكن نشيل اكس على 2 والسالب نص ونحط مكانها كام؟ جذر 2 على اكس. تمام. يبقى احنا عندنا هنا اكس على 2 والسالب نص شلناه وحطينا مكانها جذر 2 على اكس، وعندنا تحت جذر باي، فنبدأ نجمع دول مع بعض الاتنين تحت جذر واحد. يبقى عندنا جذر 2 في البسط، وعندنا هنا في المقام اكس، وعندنا في المقام برضو باي. يبقى عندنا نحط في المقام باي اكس. يبقى عندنا الجزء ده كله اما اختصرناه وظبطنا شكله عشان يطلع معانا نفس شكل القانون اللي قلنا عليه من شويه، جذر 2 على باي اكس. تمام. وظبطنا برضو هنا الشكل جوه، واحد تنزل زي ما هي ناقص. بدأنا نربع الاكس، قلنا اكس تربيع على 2 تربيع ب4، 4 تنزل تحت في المقام، 4 على 2 بكام؟ ب2. وبرضه نفس الكلام هنا بالظبط، نبدأ نفك برضه الاكس على 2 دي، نوزع الأس عليها. يبقى عندنا اكس أس 4 تنزل زي ما هي اهيت، وعندنا بقى 2 أس 4 اللي هي بكام؟ ب16 تنزل في المقام. يبقى عندنا 16 في 3 اللي هي بكام؟ ب48، ونقسمها على الاثنين اللي موجودة هنا يبقى كام؟ 24. تمام. لو خدت بالك من الشكل اللي قدامنا ده، خدناه في اعدادي، دي كان عباره عن مفكوك ماكلورين اللي هو بيساوي كوزين اكس، لان الاس هنا اس زوجي، فيبقى عندنا من مفكوك ماكلورين دي عباره عن كوزين اكس. فيبقى عندنا هنا الاثبات اللي احنا عاوزينه كده وصلنا له بفضل الله، ان جي سالب نص في اكس بتساوي جذر 2 على باي اكس، والكلام ده كله من مفكوك ماكلورين بيساوي كوزين اكس، يبقى فيه كوزين اكس. تمام. يبقى خلاص وصلنا ان جي سالب نص في اكس بتساوي جذر 2 على باي اكس كوزين اكس. يبقى كل اللي عملناه سريعا اللي احنا شلنا اول حاجه ان هنا حطينا مكانها سالب نص، ولا نعوض عن ان هنا بسالب نص، وخلاص كده مهمه الان انتهت. تبدا الار تعد، ونبدا نعوض تعويضاتنا عادي خالص، ونفك التعويضات مباشره، مفيش اي مشكله خالص. تمام. ولا بس نظبط الشكل بتاع ده، وخدناه عامل مشترك، وهيتفضل عندنا في الجنب ده مفكوك ماكلورين اللي هو بيساوي كوزين اكس. يبقى عندنا هنا جي سالب نص في اكس بتساوي جذر 2 على باي اكس فين؟ في كوزين اكس. وهكذا برضو لو انت جاي تعمل جي موجب نص في اكس، كل برضو اللي هتعمله هتشيل ان لينا الاول وحط مكانها موجب نص، وبعد كده تبدا تعد بالار، تشتغل 3 حدود 4 حدود، هيطلع معاك برضو مفكوك ماكلورين، بس عندنا الاس هيبقى فردي فيبقى يعبر عن ساين اكس، ويطلع برضو معاك نفس المقدار ده، بس هتضربه المره دي في ساين اكس عشان هو المفكوك ماكلورين يبقى عباره عن الاس فردي. تمام. نبدا بقى ندخل على الجزئيه مهمه جدا جدا عندنا اللي هي خواص داله بيسل، نقدر من خلالها ان شاء الله نحل المسائل.
هنبدأ بقى في الجزئية المهمة جدا عندنا واللي احنا عاملين الفيديو ده عشانها، ألا وهي properties of Bessel function أو خواص دالة بيسل. هنبدأ بس الأول كده نقول شوية خواص بسيطة هتساعدنا إن شاء الله ونحل المسائل، وبعد كده ندخل على القوانين بتاعتنا ونشوف طريقة كويسة جدا لحفظ هذه القوانين، وبعد كده نشوف لو جالنا مسألة إزاي نفكر فيها وإزاي نبدأ نحلها. فنبدأ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا بقى اول حاجه قانونين مهمين جدا اتكلمنا عنهم في اول فيديو، اللي هو جي نص اوف اكس وجي سالب نص اوف اكس. تمام. ازاي بقى نسهل على نفسنا حفظ القانونين دول؟ ركز معايا. والله القانونين دول سواء كان الجي نص اوف اكس او الجي سالب نص اوف اكس الاتنين بيساووا جذر 2 على باي اكس. تمام. طيب ايه الفرق او الاختلاف بينهم بقى؟ الفرق كله ان الموجب نص هيتضرب في ساين اكس والجي سالب نص هنضربه في كوزين اكس. يبقى عندنا الجي نص اوف اكس بتساوي جذر 2 على باي اكس في ساين اكس، والجي سالب نص اوف اكس بتساوي جذر 2 على باي اكس في كوزين اكس. يبقى على طول انت بتحل المساله لو قابلك قيمه الجي نص تبدا انت تكتب المقدار ده على طول اللي هو جذر 2 على باي اكس، وبعد كده والله تشوف لو هي جي نص تضرب المقدار ده في ساين اكس، ولو هي جي سالب نص تبدا تضرب المقدار ده في كوزين اكس. يبقى كده بفضل الله حفظها بقى سهل خالص وما عادش تلخبط فيها ان شاء الله. تمام. عندنا بعد كده برضو قاعده مهمه بتقول ان جي سالب ان او جي سالب الاوردر، وخلاص بقى مش هنكتب الاكس عشان نختصر في الكتابه وكده، لان طبعا زي ما احنا قلنا الاكس ده هو المتغير بتاع المعادله، مش هيفرق معانا المعادله بتتغير في اكس او واي او زد ايا كان. تمام. اهم حاجه عندنا زي ما احنا قلنا في اول فيديو الان او الاوردر والجي. تمام. يبقى الجي سالب ان بتساوي سالب 1 اس ان في الجي ان. طيب نبدا نسال نفسنا بقى حفظ القاعده دي ازاي؟ طبعا ده الهدف الاساسي بتاعنا من الفيديو ده. قال لك والله لو الاوردر بتاعنا او الان ايفن او زوجي يبقى الجي سالب ان بتساوي جي ان، او ممكن برضو نساعد نفسنا اكتر ونقول لو الاوردر او الان زوجي او ايفن يبقى هياكل السالب. يبقى مثلا جي سالب ان والان ديت زوجي يبقى هتاكل السالب ده، يبقى عندنا يطلع موجب جي ان. ولو الاوردر او الان عندنا فردي يبقى الجي سالب ان بتساوي سالب جي ان، مش هياكل السالب يطلعه قدامه لو هو فردي. ولو جيت تجرب الكلام ده في القاعده هتلاقي الكلام ده مظبوط، ولو ركزت اكتر هتلاقي الحد ده هو المسؤول عن الاشاره. فجرب تحط هنا مثلا ان بعدد زوجي وليكن مثلا 2 او 4 هيطلع معاك الجزء ده موجب، يبقى خلاص الاشاره هتبقى موجبه. ولو حطيت عدد فردي يطلع الاشاره سالبه. فبنريح دماغنا من الموضوع ده كله ونقول والله لو جي سالب ان والان ده زوجي يبقى خلاص الان ده هتاكل السالب هيطلع معاك موجب جي ان، ولو فردي هتطلع السالب قدامها. تمام كويس جدا. عندنا بعد كده برضو خاصيه مهمه بتقول ان الجي ده شنود بتساوي سالب جي واحد، واحفظ الخاصيه دي مؤقتا كده لحد ما نثبتها بالقوانين ان شاء الله، واعتقد ان حفظها كده سهل ومش محتاجه طريقه نسهل بها حفظها. تمام. يبقى الجي داش نود بيساوي سالب جي واحد. ودي كانت شوية خواص بسيطة كده قبل ما ندخل في القوانين بتاعتنا، ممكن تقابلنا إن شاء الله ونحل المسائل. نبدأ بقى نشوف الحاجة المهمة جدا عندنا اللي هي القوانين بتاعة دالة بيسل. ركز معايا. وعاوزين في القوانين أو العلاقات ديت نربط بين الجي إن، يعني الجي الأوردر بتاعها إن، والأوردر الأكبر منها اللي هو جي إن زائد واحد، والأوردر الأقل منها اللي هو جي إن ناقص واحد، والتفاضل بتاعها اللي هو جي داش إن. هنربط بين الأربعة دول في 6 علاقات أو 6 قوانين مهمين جدا جدا، وهنقولهم الوقت بطريقة كويسة جدا جدا وتسهل حفظهم إن شاء الله. فنبدأ على بركة الله. ركز معايا جدا بقى وريت تكتب ورايا الحاجات اللي أنا بقولها دي. تمام. أول قانونين عندنا تفاضل إكس أس إن في الجي إن، وهنا برضو إكس أس إن في الجي إن. طيب هل معنى كده مفيش اختلاف؟ لا، في اختلاف بسيط خالص. خد بالك بقى الاختلاف هو الإشارة السالب دي فقط. يبقى عندنا هنا إشارة سالب، يبقى عندنا هنا إكس أس إن وهنا إكس أس سالب إن، انما الباقي زي ما هو بالظبط. تمام. يبقى ممكن نقول برضو ان القانون الاول عباره عن تفاضل اكس اس ان في الجي ان، يعني انت عندك هنا اشاره الاس هي نفس اشاره الاوردر، والقانون الثاني عباره عن تفاضل اكس اس سالب ان في الجي ان، يعني انت عندك هنا اشاره الاس عكس اشاره الاوردر او اشاره الاس سالب اشاره الاوردر. تمام كويس جدا. هيساوي ايه بقى؟ قال لك والله ان اول قاعده عندنا ان في التفاضل الاس بيخرج زي ما هو. معنى الكلام ده ايه؟ قال لك والله انت عندك هنا تفاضل اكس اس ان، خلاص الاس يخرج زي ما هو، يبقى عندنا اكس اس ان، وهنا برضو اكس سالب ان هيخرج زي ما هو اكس سالب ان. الفرق اذا كان سالب اديله اشاره، عشان عندك هنا اكس سالب ان خلاص ياخد اشاره قدامه سالب. تمام جدا. امال التغيير هيكون فين بقى؟ التغيير هيكون في الاوردر. ازاي بقى؟ قال لك والله ان الاس الموجب او الكبير بيصغر الاوردر، يعني هيخليه جي ان ناقص واحد. كان عندك جي ان هيخليه جي ان ناقص واحد، يبقى الاس الموجب بيصغر الاوردر. طبعا ده اس موجب او كبير، يبقى عندنا هيخليه جي ان ناقص واحد. والاس الصغير او السالب هيكبر الاوردر، يعني انت كان عندك هنا جي ان وعندك هنا اس سالب، يبقى خلاص هيكبر الاوردر ويخليه جي ان زائد واحد. يبقى الاس الموجب او الكبير بيصغر الاوردر، والاس السالب او الصغير بيكبر الاوردر، يعني الكبير بيصغر والصغير بيكبر. في الحالتين زي ما احنا قلنا الاس بيخرج زي ما هو، الا اذا كان سالب نديله اشاره. تمام كويس جدا. يبقى كده القانونين زي ما انت شايف مرتبطين ببعض، وقدرنا نحفظ اول قانونين مع بعض بشكل كويس جدا بفضل الله.
والقانونين دول عادة بنستخدمهم في مسائل التفاضل والتكامل زي ما نشوف هنحل المسائل إن شاء الله. تمام. شوف بقى القانون الثالث والرابع. القاعدة رقم 3 عبارة عن جي داش ان، والقاعدة برضو رقم 4 عبارة عن جي داش ان. الداش ده زي ما احنا قلنا هو عبارة عن تفاضل المعادلة بالنسبة لإكس أو بالنسبة للمتغير بتاعنا أيا كان. تمام. بل الطرف الأيسر زي ما هو بالظبط اللي هو التفاضل بتاع الجي ان هيساوي إيه بقى؟ قال لك والله المعادلتين سواء 3 و4 الاتنين هيساووا ان على اكس جي ان، وهنا برضو ان على اكس جي ان. تمام كويس جدا. ايه الفرق بقى؟ قال لك والله ان المعادله الثلاثه اللي هي المعادله الصغيره هتكبر الاوردر، هيبقى عندنا هنا جي ان زائد واحد، والمعادله رقم 4 او اللي هي الكبيره هتصغر الاوردر يبقى عندنا جي ان ناقص واحد. تمام. او ممكن نحفظها بطريقه تانية ونقول مثلا هنحط مره جي ان زائد واحد ونحط مره جي ان ناقص واحد، الكبيره نحطها فوق والصغيره نحطها تحت. عندنا برضو قاعده مهمه بتقول ان الطرف الايمن ده والطرف اليمين ده دايما فيه طرح. القاعده بقى بتقول ان دايما الكبير بياخد اشاره سالب. يا ريت تكتب القاعده دي ورايا، ان الاوردر الكبير بياخد اشاره سالب. يعني اسالك سؤال وانت اجب عليا، الان اكبر ولا ان زائد واحد؟ لا هتقول الان زائد واحد، يبقى نديله اشاره سالب. يبقى دي خلاص القاعده رقم 3. يبقى عندنا زي ما احنا قلنا الطرف الايمن هيكون فيه طرح والاوردر الكبير بياخد اشاره سالب، وهكذا برضو هنا الاوردر الكبير هياخد اشاره سالب. يعني برضو هسالك نفس السؤال واقول لك الان اكبر ولا ان ناقص واحد؟ لا هتقول الان اكبر، خلاص نديها اشاره سالب. يبقى ندي الحد بتاعها اشاره سالب. يبقى عندنا اخد اشاره سالب، والصغير اللي هو ان ناقص واحد اخد اشاره موجب، زي ما الصغير هنا برضو اخد اشاره موجب. تمام كده. يبقى زي ما احنا قلنا الطرف الايسر زي ما هو، ونبدا نكتب يساوي ان على اكس جي ان، وهنا برضو ان على اكس جي ان. مره نكتب جي ان زائد واحد، ومره نكتب جي ان ناقص واحد، ونقول بعد كده ان الطرف الايمن بيكون فيه طرح، يعني حاجه ناقص حاجه. وبعدين نقول بقى الحاجه المهمه عندنا ان الاوردر الكبير بياخد اشاره سالب، فانت عندك هنا الان زائد واحد اكبر من الان، فخلاص الجي ان زائد واحد تاخد اشاره سالب. وعندك في القاعده رقم 4 الاوردر ان اكبر من ان ناقص واحد، فخلاص الان اخد اشاره سالب. يبقى كده قدرنا نحفظهم بطريقه كويسه جدا. عندنا بعد كده بقى القاعده رقم 5 و6 مستنتجين من القاعدتين رقم 3 و4. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت مسكت القاعده 3 و4 وطرحتهم من بعض هتجيب انت القاعده رقم 5، ولو جمعتهم مع بعض هتجيب القاعده رقم 6. طيب نشوف ازاي كده. قال لك والله ان القاعده رقم 5 عباره عن ان على اكس جي ان، اللي هو الحد المقرر هنا ده اللي هو ان على اكس جي ان، والقاعده رقم 6 عباره عن الطرف الايسر اللي هو جي داش ان. تمام. هيساوي ايه بقى؟ قال لك والله سواء ان المعادله رقم 5 او 6 الاثنين هيساووا نص في جي ان ناقص واحد اللي هو الاوردر الصغير، جي ان زائد واحد، وهنا برضو نص جي ان ناقص واحد جي ان زائد واحد. زي ما احنا قلنا بيكون عندنا تفاضل، الطرف اليمين بيكون في طرح، فقال لك والله نبدا نحط للي فوق اشاره موجب واللي تحت اشاره سالب. يعني كان عندك هنا سالب موجب، يبدا ناخد هنا موجب سالب. تمام. ولو انت مش عاوز تحفظ اخر اتنين دول مفيش اي مشكله خالص، لو طرحت المعادلتين دول من بعض هيدوك المعادله رقم 5، ولو جمعت المعادلتين 3 و4 هيدوك المعادله رقم 6. تعال نجرب كده. عندنا هنا جي داش ان زائد جي داش ان يبقى عندنا 2 جي داش ان، قسمنا على 2 يبقى عندنا نص هنا. تمام. لو جمعنا بقى الطرف الايمن هنيجي نبص نلاقي عندنا ان على اكس جي ان باشاره موجبه، وعندك هنا ان على اكس جي ان اشاره سالبه، هيروحوا مع بعض يبقى خلاص كده مش موجود معانا هنا اصلا. وعندك هنا بقى جي ان ناقص واحد باشاره موجبه ناقص جي ان زائد واحد باشاره سالبه، والنص زي ما احنا قلنا عشان قسمنا على 2، يبقى دي القاعده رقم 6. يبقى القاعده رقم 5 و6 زي ما احنا قلنا لو مش عاوز تحفظهم استنتجهم من القاعدتين رقم 3 و4. بس برضو قلنا طريقه كويسه لحفظهم. قلنا ايه بقى؟ قلنا والله انت عندك القاعده رقم 5 هناخد المقرر في الطرف الايمن عندنا اللي هو الان على اكس جي ان نكتبه في القاعده رقم 5، والقاعده رقم 6 هناخد المقرر في الطرف الايسر اللي هو جي داش ان ونكتبه هنا. الاثنين هيساووا نص جي ان ناقص واحد اللي هو الصغير، وجي ان زائد واحد اللي هو الكبير، وهنا برضه نص جي ان ناقص واحد جي ان زائد واحد. وبعد كده اللي فوق بياخد اشاره موجب واللي تحت بياخد اشاره سالب. وبرضه ممكن ناكد على القاعده تاني ان هنا الكبير هياخد اشاره سالب، فعندك هنا ان زائد واحد اكبر ولا ان ناقص واحد؟ لا ان زائد واحد اكبر، خلاص اديله اشاره سالب. يبقى كده بفضل الله قلنا القوانين اللي عندنا، ان شاء الله نكون قدرنا نوصلهم بطريقه كويسه ويكون قدرنا نسهل حفظهم عليكم ويكون حفظهم سهل جدا ان شاء الله. نيجي بقى لاخر حاجه عندنا في الشرح عشان نبدا بقى نحل المسائل، وهي اهم حاجه عندنا نستخدم القوانين دي ازاي. يلا نشوف. طيب ازاي بقى لو جالنا مساله ازاي نبدا نفكر فيها وازاي نبدا نحل من خلال الست علاقات دول؟ اول حاجه عندنا زي ما احنا قلنا ان العلاقه رقم 1 و2 دول بيستخدموا في التكامل، فخلاص اركنهم بقى على جنب. المشكله بقى عندنا في 3 و4 و5 و6 ازاي نستخدمهم، فنبدا نعملهم كده خريطه كويسه جدا عشان نقدر نفرق بينهم بكل سهوله. تمام. قال لك والله في الاربع علاقات دول هم 3 و4 و5 و6. اول حاجه تبص على المساله بتاعتنا ديت بدون تفاضل ولا فيها تفاضل؟
قال لك والله بدون تفاضل، لو جيت تبص على الاربع معادلات دول هتلاقي المعادله رقم 5 هي المعادله الوحيده اللي مش فيها تفاضل، يعني مش فيها جي داش ان او المشتقات بتاعه الجي ان. تمام. فقال لك والله خلاص، لو انت لقيت المساله بتاعتك ما فيهاش تفاضل يبقى خلاص على طول تبدا تكتب المعادله رقم 5، تبدا تمشي الخطوات اللي احنا نقولها ان شاء الله، وهتلاقي المساله اتحلت معاك. ما تعرفش ازاي بس هتلاقيها اتحلت معاك ان شاء الله. وطبعا الطريقه دي مقتبسه من دكتورنا القدير الدكتور احمد، فجزاه الله عنا خير الجزاء. يبقى سريعا كده نقول تاني. اول حاجه نشوف المساله اللي جايه لنا، والله هي بدون تفاضل ولا فيها تفاضل؟ والله بدون تفاضل يبقى ريحتنا خالص نكتب معادله رقم 5. ولو جيت تبص تاني مش هتلاقي فيها تفاضل. انت عندك هنا ان على اكس جي ان بتساوي نص جي ان ناقص 1 زائد جي ان زائد 1، يعني مفيش خالص مشتقات هنا. طيب لو فيها تفاضل هتعبنا شويه. حاجه بص هنا الاقي العلاقات 3 و4 و6 وفيهم تفاضل، فابدا اقارن بينهم. ابدا اقول والله المساله اللي جايه لنا ديت مع اكس يعني فيها اكس يعني مضروبه في اكس او مقسومه على اكس، ولا ما فيهاش اكس خالص؟ لو المساله ما فيهاش اكس يبقى ريحتنا شويه. لو جيت تبص هنا هتلاقي المعادله رقم 6 ما فيهاش اكس خالص، يعني عندك هنا جي داش ان اي نعم فيها تفاضل ولكن ما فيهاش اكس. جي داش ان بتساوي نص في جي ان ناقص 1 ناقص جي ان زائد 1. يبقى كلامنا مظبوط، المعادله رقم 6 اي نعم فيها تفاضل بس ما فيهاش اكس. يبقى خلاص لو لقيت المساله اللي جايه لنا فيها تفاضل بس من غير اكس تنزل على طول بالمعادله رقم 6، وبعد كده بقى ربنا يسهل وان شاء الله هتلاقي اتحلت معاك. طيب لو فيها تفاضل ومعها اكس، ابدا ابص هنا الاقي عندنا المعادله رقم 3 و4 فيها تفاضل وبرضه فيها اكس اللي هي هنا مقسومه على اكس، فابدا برضه افرق بينهم. اقول ايه؟ هنقول والله لو الاوردر بتاعنا بيعلى او الاوردر بتاعنا بيقل. لو الاوردر بتاعنا بيعلى يبقى نشتغل بالعلاقه رقم 3، ولو الاوردر بتاعنا بيقل يبقى عندنا نشتغل بالعلاقه رقم 4. طيب يعني ايه بقى الاوردر بيعلى والاوردر بيقل والكلام ده؟ او احنا اصلا بنقارن بين ايه؟ احنا بنقارن هنا في المعادله رقم 3 و4 بالتفاضل اللي هو جي داش ان وبين الاوردر اللي هو جي ان زائد 1. انت عندك هنا جي داش ان الاوردر كان ان وبعد كده بقى ان زائد 1، فالاوردر هنا علا كان ان وبعد كده بقى ان زائد 1، فنبدا عندنا نستخدم العلاقه رقم 3. طيب لو انت جيت في المساله ولقيت عندك تفاضل اللي هو جي داش ان وجيت تبص هتلاقي عندك الاوردر قل، يعني بقى عندك جي ان ناقص 1، يبقى خلاص كده استخدمنا العلاقه رقم 4 لانه الاوردر فيها بيقل. يعني الخلاصه في الجزئيه دي لو جالك مساله فيها تفاضل وبرضه معاها اكس تبدا انت تقارن بين التفاضل اللي عندك اللي هو جي داش ان والاوردر اللي موجود. لو الاوردر بتاع التفاضل كان ان وبعد كده بقى ان زائد 1 يبقى الاوردر علا، يبقى خلاص احنا في العلاقه رقم 3. طيب لو انت عندك هنا الاوردر بتاع التفاضل ان وبعد كده بقى جي ان ناقص 1 يبقى الاوردر قل، يبقى عندنا احنا على طول في العلاقه رقم 4. يبقى كده دي الخريطه اللي عندنا، وطريقه كويسه جدا عشان نبدا نفكر في القوانين، وان شاء الله ما تبدا حل في المساله تلاقي الطريقه دي فعاله جدا وهتسهل عليك كتير جدا باذن الله. نبدا بقى نشوف اول مثال عندنا في الفيديو ده. بقى نشوف اول مثال عندنا، بيقول لك بقى هنا اكسبريس جي 3 اوف اكس ان ترمز اوف جي 2 اوف اكس وجي 4 اوف اكس. يعني بيقول لك هنا عبر عن الجي 3 اوف اكس بدلاله الجي 2 اوف اكس والجي 4 اوف اكس. تمام. وطبعا نوعيه المسائل دي مشهوره جدا في الامتحانات. طيب ابدا افكر في المساله زي دي ازاي؟ احنا عندنا 6 علاقات، ابدا اشتغل باي علاقه فيهم؟ زي ما احنا قلنا اول حاجه تبدا تبص على المساله هل فيها تكامل ولا ما فيهاش تكامل. طبعا المساله قدامك هي ما فيهاش تكامل، يبقى خلاص العلاقه 1 و2 مش معانا، يبقى عندنا حل المساله دي هتكون واحده من ال4 علاقات الباقيين. طيب هتكون بقى اي علاقه فيهم؟ نبدا بقى ننزل بالخريطه اللي عندنا ونشوف هتبقى اي علاقه فيهم. تمام. اول حاجه زي ما احنا قلنا نشوف المساله بدون تفاضل ولا فيها تفاضل. لو بدون تفاضل يبقى ريحتنا، وفعلا المساله ديت بدون تفاضل، مفيش هنا خالص جي داش ان ولا مشتقاتها، يبقى خلاص المساله دي بدون تفاضل. يبقى مفتاح حل المساله دي هيكون في المعادله رقم 5. يبقى نبدا نكتب العلاقه رقم 5 اللي احنا حفظناه وبعد كده نشوف هنحل المساله ازاي. تمام. دي المعادله رقم 5 اللي هي بتقول ان على اكس جي ان بتساوي نص جي ان ناقص 1 زائد جي ان زائد 1. تمام. طيب زي ما انت شايف كده قدامك في المعادله ديت 3 اوردر، عندك هنا ان وعندك هنا ان ناقص 1 وعندك هنا ان زائد 1. الجي 3 دي اللي انت عاوز تعبر عنها تحطها بقى محل مين؟ يعني الفكره كلها في المساله دي اللي انا احط الجي 3 محل مين في الثلاث اوردرات دول. ركز معايا. هنفترض مثلا ان احنا عندنا قطر، عندك هنا الجي ان ديت المحطه الاساسيه او المتوسطه بتاعتنا، وعندك هنا جي ان زائد 1 هي المحطه الكبيره، والجي ان ناقص 1 هي المحطه الصغيره. ركز معايا. كل بقى اللي عليك الاتي، شوف الحاجه اللي انت عاوز تعبر عنها بدلاله الباقيين، هي الكبيره ولا الصغيره ولا في النص او المتوسطه يعني. نبدأ نشوف التلاتة بالنسبة للاتنين والأربعة، هي الصغيرة ولا الكبيرة ولا في النص؟ لا التلاتة في النص بين الاتنين والأربعة، يبقى خلاص التلاتة هنا وعندك الاتنين هنا والأربعة هنا، يبقى خلاص أبدأ أفرض بقى عندنا الإن بتساوي كام؟ بتساوي 3، لأن طبعا التلاتة بالنسبة للاتنين والأربعة هي اللي في النص. طيب ولنفرض مثلا عشان لو جالنا مسألة فيها فكرة تانية،
ولقيت ان التلاتة ديت مثلا اكبر من الجزئين دول، يبقى خلاص ابدا احط الان زائد واحد بتساوي 3 وهكذا. انما في المساله ديت عشان التلاتة بين الاثنين والاربعه، يبقى عندنا هي في المحطه اللي في النص، يبقى خلاص افرض الان بكام؟ بتساوي 3. يبقى خلاص نبدا نفرض الان بتساوي 3، يبقى اي ان اتقابلنا في المعادله دي نبدا نحط مكانها 3. بنعوض بقى تعويض مباشر عادي خالص. اول حاجه شلنا الان دي وحطينا مكانها 3 على اكس في جي 3، تمام، بتساوي نص في جي ان ناقص 1. يعني انت عندك 3 ناقص 1 اللي هي كام؟ 2، زائد جي ان زائد 1 اللي هي 3 زائد 1 تساوي كام؟ هتساوي 4. طيب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الجي 3 اللي هو عاوزها، اللي هو طالبها في المساله، هل هي جات بدلاله الجي 2 والجي 4 اللي هو طالبهم في المساله؟ ايوه جات فعلا بدلاله الجي 2 والجي 4. زي ما قلت لك بالظبط، انت تبدا تحط المخطط ده وتشوف المعادله اللي انت تشتغل فيها، وبعد كده تبدا تفكر تفكير صغير خالص وتشوف هتحط قيمه الان بكام. هتلاقي المساله زي ما انت شايف كده طلعت معاك بكل سهوله. تمام، ودي الفكره كلها من حفظ العلاقات ومن اللي انت تبدا تفكر ازاي في المساله. وهتيجي تبص هتلاقي مفيش اي صعوبه خالص في المسائل بتاعه بيسل فانكشن ان شاء الله. نبدا بقى نجيب الجي 3 في طرف لوحدها. يبقى عندنا هنا الجي 3 وفي اكس هتساوي 2 على اكس على 3. احنا هنا ضربنا هنا في اكس على 3 عشان نتخلص من دي، في جي 2 زائد جي 4، وهو المطلوب اللي هو عاوزه، اللي احنا عبرنا عن الجي 3 بدلاله الجي 2 والجي 4. تمام، يبقى كده بفضل الله اول مساله انتهت بكل سهوله. نبدا بقى نشوف مثال تاني. عندنا بعد كده بقى اكزامبل رقم 2، بيقول لك هنا بروف يعني اثبت ان جي 2 اوف اكس ناقص جي نود اوف اكس بتساوي 2 جي دبل داش صفر اوف اكس. تمام، ابدا افكر في المساله زي دي ازاي؟ زي ما احنا قلنا برضو، نبدا اول حاجه نشوف المساله دي فيها تكامل ولا ما فيهاش تكامل. لا ما فيهاش تكامل، يبقى خلاص القاعده رقم 1 و2 مش معانا، يبقى على طول يبقى تكون واحده من الاربع علاقات الباقيين. يبقى نبدا ننزل بالمخطط بتاعنا ونشوف هنستخدم اي علاقه فيهم. ده المخطط بتاعنا، وزي ما احنا قلنا اي مساله لازم تكتب المخطط ده، مهم جدا. ما تشتغلش من دماغك، ما تشتغلش على الذاكره، لا انت لازم تكتبها قدامك، وهي حفظها سهل جدا، فاكتبها قدامك عشان ما تغلطش خالص ويكون حلك مظبوط بنسبه كبيره جدا ان شاء الله. اول حاجه شوف المساله دي بدون تفاضل ولا فيها تفاضل. لا فيها تفاضل، يبقى خلاص المعادله رقم 5 مش معانا. تمام، يبقى المساله دي فيها تفاضل، يبقى ابدا ادخل على الجزء الثاني من المخطط. ابدا بعد كده اشوف هي مع اكس ولا بدون اكس. لو جيت ابص على المعادله دي الاقيها مش مضروبه في اكس ولا مش مقسومه على اكس، يبقى المعادله دي فيها تفاضل، ومن غير اكس يبقى على طول اشتغل في المعادله رقم 6. طيب ازاي؟ امال هنا موجود اكس ازاي؟ انت بتقول الوقت مفيش اكس، امال الاكس دي عباره عن ايه؟ زي ما احنا قلنا الاكس اصلا ملهاش علاقه بالمساله، ممكن ما نكتبهاش خالص. الاكس دي هي المتغير بتاع المعادله بتاعتنا، ملهاش علاقه بالمساله خالص، يعني ممكن ما نكتبهاش اصلا. فلو انت مفكر ليه اكس في المساله، فانت لازم تغسل وشك وتيجي تكمل الفيديو، ما تكملش وانت كده عشان الدنيا مش تبوظ معاك، لان الاكس دي اصلا متغير بتاع الداله، ملهاش علاقه بالمعادله بتاعتنا. يعني ممكن نشتغل المساله كلها ملناش دعوه بالاكس ده خالص. الاكس اللي احنا نقصدها هنا اللي هي مع اكس او بدون اكس، اللي هي بتكون مضروبه قدام الجي او مقسومه على الجي، انما الاكس بتاع المتغير دي ملهاش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه. تمام، يبقى خلاص نبدا نكتب المعادله رقم 6 وبعد كده نشوف المساله تحل ازاي. دي العلاقه رقم 6 عندنا بالطريقه اللي احنا حفظناها برضو، ان الجي داش ان بتساوي نص في الجي ان ناقص 1 ناقص الجي ان زائد 1. يبقى كده جبنا مفتاح الحل. نبدا بقى نكمل الحل ازاي، او بمعنى اخر ابدا بقى افرض الان بكام عشان اكمل حل المساله او عشان اثبت الاثبات اللي هو عاوزه ده. ركز معايا والله بقى، نبدا نجرب ونشوف. لو فرضنا مثلا ان بتساوي 1، يبقى عندك هنا 1 ناقص 1 صفر، وعندنا الصفر موجود، ايوه الصفر موجود، وعندك هنا 1 زائد 1 يعني كام؟ 2، وعندك برضو الجي 2 موجود. الفكره كلها اللي هو عاوز هنا جي صفر وعندك هنا جي 1، وممكن نلاقي لها حل بعد كده ان شاء الله. لو انت فاكر هتلاقي في علاقه بتربط بين الجي صفر والجي 1 اللي قلناهم قبل ما نقول العلاقات بتاعتنا. تمام، تمام، ان بتساوي 1 وهيكون انسب فرض لينا. طيب تعال مثلا نجرب، مش عارفين ان بتساوي 1، تعال نجرب مثلا ان بتساوي 2. لو جينا مثلا نفرض ان بتساوي 2، هتلاقي عندك هنا 2 زائد 1 يطلع عندك هنا جي 3، بعيده كل البعد عن الاثبات اللي هو عاوزه. تمام، لو جيت تفرض ان بتساوي 4 هتلاقي عندك هنا جي 5، لا مش موجوده خالص معانا، جي 5 مش موجوده في الاثبات خالص. لو جيت تفرض مثلا ان الان بتساوي 0، هتلاقي عندك هنا 0 ناقص، هيظهر معاك هنا جي سالب 1، برضه بعيده كل البعد عن الاثبات اللي هو عاوزه. فانسب فرض لنا هيكون ان بتساوي 1، وهتشوف بنفسك الكلام ده دلوقتي ان شاء الله. يبقى خلاص هنفرض الان بتساوي 1، يبقى خلاص نشيل كل ان في العلاقه رقم 6 دي ونحط مكانها 1. يبقى عندك هنا جي داش 1 بتساوي نص جي 1 ناقص 1 صفر، يبقى عندنا جي صفر ناقص جي ان زائد 1، يعني عندك 1 زائد 1 اللي هي كام؟ جي 2. لو جينا نقارن الحل بتاعنا بالاثبات اللي هو عاوزه، هنيجي نبص هنلاقي عندنا في الطرف اللي هو ده
جي صفر موجودة وعندك الجي 2 موجودة، بس ما فيش جنبهم النص دي، فبالتالي عشان نوصل الإثبات ده نبدأ نتخلص من النص ده الأول ونشوف بعد كده هنعمل إيه. فنضرب الطرفين في 2، فنقول والله عندنا إن 2 جي 1 داش بتساوي جي صفر ناقص جي 2. تمام. طيب لو جيت تبص الإثبات تاني هتلاقي مفيش حاجة اسمها جي 1 داش، يعني أنت عندك هنا مفيش هنا الأوردر واحد خالص، الأوردر اللي موجود صفر واتنين بس. لو رجعت بالذاكرة لورا شوية وافتكرت شوية خواص اللي هم في الأول خالص، كان في علاقة بتربط بين الجي واحد والجي صفر. تعال نفتكرها كده مع بعض. كنا قلنا في الأول إن جي داش صفر بتساوي سالب جي واحد. تمام، كويس جدا. فاضل الطرفين بقى كمان مرة، يبقى عندك هنا جي دبل داش صفر. يبقى إذا قدرنا نجيب الجي واحد داش اللي هي في المسألة ديت بدلالة الجي صفر اللي هو عاوزها في المسألة. يبقى ممكن نشيل الجي داش واحد دي ونحط قيمتها بدلالة الجي صفر. تمام، كويس جدا. يبقى كل اللي عملناه اللي احنا شلنا الجي داش واحد وحطينا قيمتها بدلالة الجي صفر، نضرب الطرفين في سالب، يبقى الجي داش واحد هتساوي سالب جي دبل داش صفر. ولو جينا نبص الحل اللي احنا وصلنا ليه والإثبات اللي هو عاوزه، هنلاقي الحل بتاعنا زيه بالظبط، بس في اختلاف بسيط خالص ان احنا عاوزين نضرب الحل بتاعنا في إشارة سالب. عندك هنا جي 2 بالموجب في الإثبات، عندك هنا بالسالب، وعلى العكس برضو الجي صفر هنا بالموجب وفي الإثبات بالسالب. فنبدأ نضرب المعادلة دي كلها في سالب واحد، فيبقى عندك هنا سالب في سالب جي 2، يبقى عندك هنا موجب جي 2 اوف اكس ناقص في موجب جي نود، يبقى عندنا ناقص جي نود اوف اكس بتساوي ناقص في ناقص، يبقى عندنا موجب جي دبل داش صفر اوف اكس. تمام. يبقى كده بفضل الله وصلنا للإثبات اللي هو عاوزه بكل سهولة. يبقى الفكرة كلها زي ما انت شايف كده في المسائل بتاعت بيس الفانكشن، اللي انت تبدأ تشوف انت تشتغل بأنهي علاقة. لو جبت العلاقة، لو وصلت العلاقة اللي انت تشتغل بيها، هتلاقي المسألة معاك سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. وبرضه زي ما انت شفت احتاجنا الخواص اللي في اول الفيديو، فياريت برضه تركز عليها وتهتم بيها برضه، وتكون حافظ الخواص دي كويس وحافظ مع العلاقات وطريقة التفكير بتاعت المسائل. هتلاقي درس بيس الفانكشن تمام جدا معاك بإذن الله تعالى. تمام. وهنقف لحد هنا في الفيديو ده عشان ما نطولش على حضراتكم اكتر من كده، وان شاء الله نبدأ نكمل في فيديو تاني باقي المسائل ونحل مسائل اكبر ومسائل اصعب، وازاي برضو نبدأ نفكر في المسائل ديت وازاي نبدأ نحلها بإذن الله تعالى، وازاي نضمن مسائل بيس الفانكشن في الامتحان ان شاء الله. يبقى كده بفضل الله تعالى انتهينا من الفيديو ده، والفيديو ده بصراحة اخد مني وقت طويل ومجهود كبير عشان اوصله بالشكل ده، فياريت لا تنسونا بدعوة بظهر الغيب، ولكم بالمثل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.